رونالدو يعلق على أول لقب مع النصر السعودي، وكيف قاد رونالدو فريق النصر السعودي للفوز بالبطولة العربية للأندية 2023. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بتحقيق لقبه الأول بقميص النصر السعودي بعد أن قاده للفوز على غريمه الهلال بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية أمس السبت. وقال دون هداف البطولة برصيد 6 أهداف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم لأول مرة. وأضاف رونالدو صاحب ثنائية الفوز: أشكر الجميع في النادي لمساعدتهم في تحقيق هذا الإنجاز المهم، وشكرا لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائما. دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضا. وأرفق برسالته صورة له وهو يحمل الكأس وهو مبتسما. توج فريق النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان بعد الفوز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت يوم السبت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف. وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي المباراة لصالح فريقه النصر السعودي. وتقدم ميشيل للهلال في الدقيقة 51 قبل أن يدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل لفريقه النصر في الدقيقة 75 لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ويحتكم الفريقين إلى شوطين إضافيين. ثم تمكن كريستيانو رونالدو من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 8 من الشوط الإضافي الأول. وجاء الهدف الثاني لرونالدو بعد متابعته لكرة مرتدة من العارضة سددها زميله سيكو فونانا من خارج منطقة الجزاء، ليتمكن رونالدو من ضربها برأسه لتسكن في شباك فريق الهلال. وتوج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافا للبطولة برصيد 6 أهداف ونال جائزة الحذاء الذهبي. وبذلك الفوز نجح فريق النصر بقيادة رونالدو في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه. وأخفق الهلال السعودي في تحقيق لقبه الثالث بعد أن فاز بالبطولة مرتين في عامي 1994 و 1995. وأكمل النصر المباراة ب10 لاعبين بعدما طرد مدافعه عبد الإله العنبري في الدقيقة 71. وتعرض العنبري للطرد بعد تدخله مع مالكوم، وكان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء قبل أن يلجأ إلى الفار ويعدل قراره إلى الطرد. كما رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لفريق الهلال، وذلك بعد إحراز النصر هدف التعادل بدقيقتين بعد أن حدث التحام بين اللاعبين علي لاجامي من النصر وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من الهلال داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد أن لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعدة. كما طالب لاعبو الهلال بضربة جزاء في الدقيقة 116 من الشوط الإضافي الثاني باعتقادهم بوجود لمسة يد من اللاعب سيكو فونانا لاعب النصر داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر مواصلة المباراة. وانتقل رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق ومنتخب البرتغال إلى نادي النصر السعودي في إطار صفقة تمتد إلى 2025. وقال رئيس نادي النصر مثل آل معمر بعد الإعلان عن الصفقة: هذه الصفقة أكبر من كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضية السعودية والأجيال القادمة. وبعد الإعلان عن تلك الصفقة أصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم للمرة الأولى منذ عام 2017 بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي. وقالت مجلة فوربس إن المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عاما حصل على 136 مليون دولار خلال الأشهر 12 الماضية. ويعتقد أن قيمة عقده مع النصر تبلغ أكثر من 200 مليون يورو سنويا. ويحتل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم المركز الثاني في قائمة فوربس بعد أن حصل على 130 مليون دولار. وعلق الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي اليوم على فوز نادي النصر السعودي على نظيره الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية، مما أثار تفاعلا. وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه الرسمي
الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: صباحكم عالمي رونالدو وكل عام وأنتم بخير. ورد قوي من أنشيلوتي بشأن تعاقد ريال مدريد مع مبابي. صرح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تصريحات بشأن تعاقد الميرينجي مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. وقد ارتبط اسم النجم الفرنسي خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن تقف إدارة باريس سان جيرمان كحائل للصفقة. وأنشيلوتي يرفض انتقال كيليان مبابي لهذا السبب. وقال أنشيلوتي بشأن انتقال مبابي إلى الملك الإسباني أنه لدي العديد من المهاجمين، وخلال الموسم الماضي سجل الفريق العديد من الأهداف، والمشكلة لدينا في الدفاع وليس الهجوم، ولدينا لاعبون جيدون في الهجوم أمثال جوسيلو وهو لاعب رائع جدا. وفي سياق آخر حدثت العديد من المشاهدات بين الفرنسي وناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسية، وذلك بعد تصريحات الفرنسي ووصيف اللاعب للنادي بالمنقسم الذي لا يساعد على النجاح. وجاءت تلك التصريحات في الوقت الذي أبلغ فيه الفرنسي إدارة باريس سان جيرمان بعدم تفعيل بند تجديد عقده مع العملاق الفرنسي لمدة موسم آخر. وينتهي عقد الفرنسي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له بعد ذلك الانتقال مجانا لأي فريق آخر. وفي سياقه ترفض إدارة باريس سان جيرمان رحيل اللاعب مجانا خلال الصيف المقبل، لهذا تسعى إلى البحث عن عرض مالي ضخم للاستغناء عن خدمات اللاعب. وقد جاء عرض من كبير الرياض لنجم منتخب فرنسا بقيمة 300 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي، ولو تمت تلك الصفقة ستكون أغلى صفقة في كرة القدم. فما هي أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان؟ خاض الفرنسي مع العملاق الفرنسي 41 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 36 هدفا خلال جميع اللقاءات التي شارك بها. وريال مدريد يتفق على صفقة بديل كورتوا. نجح نادي ريال مدريد في التوصل لاتفاق شفهي لحسم صفقة بديل تيبو كورتوا الذي سيغيب عن الفريق الملكي لفترة طويلة. وتعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليسرى، وسيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة. وذكر فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين أن ريال مدريد اتفق شفهيا مع نظيره تشيلسي للحصول على خدمات الحارس الإسباني كيبا. وأضاف رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تم التوصل لاتفاق شفهي ينقل كيبا إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة من البلوز. وتابع الاتفاق لا يشمل بند خيار أو إلزامية الشراء بنهاية فترة الإعارة، والتي ستكون لمدة موسم واحد فقط. وكانت بعض التقارير قد أوضحت أن ريال مدريد يفاضل بين أكثر من حارس بعد إصابة كورتوا، وهم ياسين بونو وديفيد ديخيا بجانب كيبا.